بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة الأكل ده عاملاه أم ملك بنتي كلكم طبعا عارفينها، كل حبايبي يعني كل حبايبي في بيتها. عاملة بانيه بخلطة جديدة وجميلة، وعاملة بتاع ده مكرونة بالفراخ برضو. وشوف هتعمل ايه. الخلطة بتاع البانيه معاها كاتشب ومعاها مايونيز، هتعمله بالكاتشب والمايونيز. عشان كده هي صورتها قالت يا ماما دي خلطة جديدة وكده. والبهارات بتاعتها بصل بودر وتوم بودر اللهم صل على النبي، وبهارات فراخ وبابريكا. وهتحط هو نص كيلو بانيه اللي معايا. طبعا الاكل ده لنفرين. هتحط معلقتين كده على البانيه، والباقي هتحطه على بقية واخدة حتتين من صدور الفراخ مقطعاه مكعبات عشان تعمل بيها طاجن المكرونة. فهتاخد من نفس التتبيلة تتبل بيها كده. وده التتبيلة بتاع البانيه. حاطة نشا وحاطة دقيق وحاطة اسمه ايه اللي بيقرمش ده، كورن فليكس. كله ده على بعضيه هتتبل بيه البانيه، بيبقى مقرمش وجميل. وده بتاع طاجن المكرونة. لا اله الا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تسلم ايدك يا ام مالك. بتشوح مكعبات الفراخ. ده فلفل احمر على فكرة، مش طماطم. ده في قرن فلفل احمر كده، هتقطعه مكعبات وهتحطه مع مكعبات الفراخ. اكل بسيط وجميل وجميل جدا. هي عاملاه على قدهم يعني، هم نفرين. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دي بصلاية بتشوحها كده عشان تعمل بيها تقريبا الصلصة بتاع المكرونة. اه عشان دي بتاع الصلصة بتاع المكرونة. ودي تتبيلة الفراخ، تتبيلة البانيه اللي هي الكفر بتاع البانيه. حاطة بقسماط، وحاطة كورن فليكس، وحاطة معلقة نشا. هي عشان كانت عايزاه مقرمش، وعملته اهو. طبعا معلش هي بتعمل بيد واحدة. ومعاها مالك بقى ايه، ربنا يخليهولك يا رب. مش سايبها في حالها. دي البهارات اللي هتحطها في الصلصة. طبعا بابريكا وكمون، ملح، زي ما انتوا عايزين. حاجة بسيطة وسهلة وجميلة، بس أكل جميل وكده وبسيط وخفيف لكل العرايس ولكل البنات اللي لسه كده مبتدئين. حاجة حلوة. وده كيس مكرونة اللي هتعمله، حاطته كده في البايركس. بس هو المقطع بتاع الفراخ ما جاش، معلش. هي حطت الفراخ بس التصوير ما جابش المقطع بتاع الفراخ بالفلفل. وهنا هتحمر البانيه. هي حطته في الفريزر، قالت لي حطيته في الفريزر ساعة قبل ما عملت المكرونة، بعد ما تبلته بال... بالكفر بتاعه يعني. لا اله الا الله، لا حول ولا قوة. بعد ما طلعته اهو هتحمر على طول. بص عامل ازاي، يعني جمد كده شوية عشان يمسك فيه. انت لو سبتيه بره او في التلاجة عادية هيبوظ منك، هيبقى طري. لكن كده بصراحة بيبقى مقرمش وجميل. يعني عشان حتى لو حبيتي، لو واحدة سيدة عاملة ولا بتشتغلي، ممكن تعمليه كده وتحطيه في اطباق فل وتعمليه يبقى جميل جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك. بس والاكل كده بتاعها خلص. طلع طاجن المكرونه اهو ما شاء الله. والفراخ قدامكم اهي. وهنا البانيه بيتحمر. ما شاء الله عليك يا ام مالك. واكل جميل وسهل وبسيط. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وجربوا. يعني الصيف عايز اكل كده خفيف. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يعني بص عامل ازاي. هما حابينه كده مقرمش. فعشان كده حطت نشا وحطت كورن فليكس مع البقسماط. وده الاكل بتاعهم. والف هنا وشوف ليكم، وجميل جدا. تسلم ايدك يا ام مالك. وحطوا لايك بقى. ما شاء الله. والليمون المخلل اللي احنا عاملينه في البيت على فكرة.
مش بنشتري حاجة من برا. ما شاء الله بالهنا والشفا ليهم.